تخيل تبقى ماشي في جليد أبيض بلا نهاية، ومعاك ورقة واحدة بس تكتب فيها جملة كأنها ختم النهاية. سيبنا السفن، واللي فاضل مننا 105، وهنمشي في اتجاه الجنوب. بعدها مفيش صوت، مفيش أثر مؤكد. 129 راجل اختفوا كأن الأرض بلعتهم. والسؤال: إيه اللي يخلي بعثة مجهزة من أقوى إمبراطورية في زمانها تموت كلها؟ القصة اتقالت عنها ألف حكاية. ناس قالت سوء حظ، ناس راحت الغرايب والخرافات. احنا بقى هنمشي بالعقل، هنحط كل قطعة دليل في مكانها، وهنشوف ايه اللي نعرفه يقينا، وايه اللي مجرد ترجيح، وايه اللي اتقال علشان يريح الناس مش علشان يكون صح. خلينا نبدأ الحكاية من الأول. في نص القرن 19 بريطانيا كانت شايفة نفسها سيدة البحر. المستعمرات بتتوسع والعلم بيتقدم بسرعة. فكرة الممر الشمالي الغربي كانت كنز، اللي يسيطر عليه يكسب تجارة ووقت ونفوذ. فرانكلين طلع بسفينتين متجهزين، والهدف واضح: يمشوا من ناحية كندا الشمالية ويكملوا لآخر أجزاء مجهولة في الخريطة. أقوى إمبراطورية بحرية في العالم، بريطانيا، بتجهز بعثة استكشافية. سفينتين من أحدث السفن البحرية الملكية، HMS إيريباس و HMS تيرور، سفن حربية تم تجهيزها مخصوص عشان تكسر الجليد. عليهم 129 راجل من أفضل بحارة الإمبراطورية، تحت قيادة السير جون فرانكلين، مستكشف أسطوري. الهدف: الممر الشمالي الغربي، طريق بحري أسطوري يربط بين المحيط الأطلسي والهادي عبر القطب الشمالي. والوعد كان: هنرجع في سنتين. بس لحد دلوقتي ما رجعوش. سنة، سنتين، 3، مفيش. 129 راجل وسفينتين من أقوى سفن العالم اختفوا كأن الأرض انشقت وبلعتهم. وبعد أكتر من 170 سنة بنحفر في الجليد، بنلاقي عظام وأسرار وحقيقة مرعبة أكتر من أي خيال. دي قصة أكبر لغز في تاريخ الاستكشاف القطبي، ودي قصته. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قصة بتجمع بين المغامرة والغموض والرعب، قصة بعثة فرانكلين المفقودة. الناس دي ما كانوش مجرد بحارة، دول كانوا أبطال في عصرهم. والبعثة بتاعتهم دي كانت زي مهمة أبولو للقمر في القرن 19. كانت رمز لقوة الإمبراطورية البريطانية وتفوقها العلمي والتكنولوجي. في الحلقة دي هنكتشف إزاي 129 راجل دخلوا أقصى بيئة على وجه الأرض وما طلعش منهم حد. هنشوف إزاي بريطانيا بعتت العشرات من بعثات البحث والإنقاذ على مدى عقود، وإزاي زوجة فرانكلين الليدي جين فرانكلين فضلت تكافح وتصرف من فلوسها عشان تعرف مصير جوزها. وهنشوف الأدلة المروعة اللي بدأت تظهر شوية بشوية. دي مش مجرد قصة عن ناس ضاعوا، دي قصة عن حدود الطموح البشري، عن الفرق بين الشجاعة والغرور، وعن إزاي الطبيعة ممكن تحول أقوى الناس لضحايا. يلا بينا نرجع لسنة 1845، اليوم اللي 129 راجل قرروا يدخلوا الجليد. بعد ما السفينتين اختفوا في يوليو 1845، الأميرالية البريطانية ما قلقتش في الأول. دي بعثة قطبية ومتوقع إنها تاخد وقت، والسفن معاها مؤن تكفي 3 سنين. لكن لما عدت سنة وسنتين ومفيش أي أخبار، القلق بدأ يزيد، والضغط الشعبي بدأ يزيد. والليدي جين فرانكلين زوجة السير جون كانت بطلة القصة دي في الكواليس. ست قوية ما استسلمتش أبداً، فضلت تضغط على الحكومة وتجمع تبرعات وتبعت بعثات بحث خاصة. في سنة 1848 الأميرالية أخيراً بدأت تبعت بعثات بحث رسمية. وعلى مدى ال10 سنين اللي بعد كده، أكتر من 30 بعثة راحت تدور على فرانكلين ورجاله.
لكن القطب الشمالي مكان واسع جدا وقاسي جدا، والبحث كان زي البحث عن إبرة في كومة قش متجمدة. لحد سنة 1850 لما بعثة بحث لقت أول أثر لبعثة فرانكلين على جزيرة صغيرة اسمها بيتشي آيلاند. لقت معسكر شتوي وبواقي أكواخ وعلب أكل فاضية ومعدات و3 قبور. قبور 3 من رجالة فرانكلين ماتوا في الشتاء الأول للبعثة، لكن مفيش أي رسالة، مفيش أي ورقة بتقول هما راحوا فين بعد كده. كأنهم قاموا من المعسكر ده واختفوا في الهواء، واللغز فضل يكبر. دلوقتي عندنا 3 قبور، لكن فين ال126 راجل الباقيين؟ في سنة 1854 مستكشف اسكتلندي اسمه جون راي كان بيشتغل لصالح شركة خليج هيدسون. قابل مجموعة من صيادين الإنيويت هم السكان الأصليين للقطب الشمالي، عاشوا آلاف السنين في الجليد وعارفين أسراره أكتر من أي حد. والإنيويت دول حكوله قصص غريبة. قالوا له إنهم من كام سنة شافوا مجموعة من حوالي 40 راجل أبيض كانوا ماشيين على الجليد وبيجروا وراهم قوارب صغيرة، وكان شكلهم تعبانين جدا وجعانين جدا. وقالوا له إنهم بعد كده لقوا جثث حوالي 30 راجل تانيين، بعضهم في خيم وبعضهم متكومين تحت قارب مقلوب وبعضهم متقطعين. جون راي اشترى منهم شوية حاجات كانت معاهم، شوك ومعالق فضة وأزرار وساعات، وعليها أسماء رجال من بعثة فرانكلين. وأول ما رجع إنجلترا قدم تقريره للأميرالية. التقرير ده عمل صدمة في المجتمع البريطاني، مش بس عشان قال إن رجال البعثة ماتوا، لكن عشان قال إنهم لجأوا لأكل لحوم البشر. الفكرة دي كانت مرعبة وغير مقبولة تماماً في العصر الفيكتوري. إزاي أبطال البحرية الملكية يعملوا حاجة همجية زي دي؟ شخصيات كبيرة زي الكاتب تشارلز ديكنز هاجموا جون راي واتهموه إنه بيصدق المتوحشين وبيشوه سمعة أبطال بريطانيا. والأميرالية رفضت تصدق قصة أكل لحوم البشر، لكن الليدي جين فرانكلين ما يئستش. جمعت فلوس وجهزت بعثة بحث أخيرة سنة 1857 تحت قيادة الكابتن فرانسيس ماكلينتوك. وماكلينتوك راح لنفس المنطقة اللي وصفها جون راي، وهناك لقى الحقيقة المرة. خلينا نلخص اللي فات. عندنا قبور على جزيرة، وقصص مرعبة من الإنويت عن أكل لحوم البشر، والمجتمع البريطاني رافض يصدق، وبعثة أخيرة رايحة تدور على دليل مادي، دليل يقطع الشك باليقين. ماكلينتوك ورجالته فضلوا يدوروا في جزيرة الملك ويليام لحد ما في يوم من الأيام لقوا كومة حجرية وجواها ورقة، الرسالة الوحيدة اللي تم العثور عليها من بعثة فرانكلين، الرسالة اللي هتحكي الكارثة. الرسالة دي كانت مكتوبة على نموذج رسمي من الأميرالية وفيها جزئين. الجزء الأول مكتوب بتاريخ مايو 1847 وبيقول إن كل شيء تمام، وإن السفينتين قضوا الشتاء الأول في جزيرة بيتشي وبعدين أبحروا جنوباً واتحاصروا في الجليد عند جزيرة الملك ويليام. لكن على هامش الورقة دي كان في جزء تاني مكتوب بخط مختلف وبتاريخ مختلف، إبريل 1848، والجزء ده هو اللي كشف الكارثة. الرسالة التانية كانت بتقول إن السفينتين إريباس وتيرور فضلوا محاصرين في الجليد لمدة 1.5 سنة، وإن السير جون فرانكلين مات في 11 يونيو 1847، وإن 24 راجل تانيين ماتوا معاه، وإن في إبريل 1848 ال105 الباقيين تحت قيادة الكابتن كروزيير قرروا يسيبوا السفينتين ويحاولوا يوصلوا للبر الرئيسي مشياً على الأقدام، متجهين لنهر اسمه باك فيش ريفر. دي كانت آخر رسالة، آخر كلمة من بعثة فرانكلين. ال105 راجل اللي بدأوا رحلة مستحيلة كانوا بيجروا وراهم قوارب تقيلة على زلاجات عليها مؤن ومعدات، لكن المؤن دي
كانت بتخلص، والبرد كان بياكل فيهم، والأمراض كانت بتنتشر بينهم، خصوصا الإسقربوط والتسمم بالرصاص. التسمم بالرصاص ده كان جاي من علب الأكل المعلب اللي معاهم. اللحام بتاع العلب دي كان بيسرب رصاص في الأكل، والرصاص ده كان بيسبب لهم هلوسة وضعف وجنون، وبدأوا يموتوا واحد ورا التاني. واللي كانوا لسه عايشين لجأوا للحل الأخير عشان يعيشوا: أكل لحوم زمايلهم الميتين. الأدلة الأثرية اللي تم العثور عليها بعد كده أكدت الكلام ده. لقوا هياكل عظمية عليها علامات تقطيع بالسكاكين وعظام مكسورة عشان يطلعوا منها النخاع. نهاية مأساوية لأبطال الإمبراطورية البريطانية. لكن اللغز فضل موجود. إيه اللي حصل للسفينتين نفسهم؟ لحد سنة 2014 لما فريق بحث كندي باستخدام أحدث أجهزة السونار وبمساعدة شهادات الأنيويت لقى حطام سفينة في قاع المحيط. كانت سفينة إيريباس. وبعدها بسنتين في 2016 لقوا سفينة تيرور، والسفينتين كانوا في حالة ممتازة. المية المتجمدة حافظت عليهم بشكل لا يصدق. واكتشافهم ده أكد إن شهادات الإنويت كانت صحيحة طول الوقت، وإن لو بس المجتمع البريطاني كان صدقهم من الأول كان ممكن اللغز يتحل من زمان. مع دراسة الحطام والبقايا بدأنا نفهم التفاصيل: الناس اللي كانوا في السفن، الأشياء اللي كانوا معاهم، الأدوات، الأدوية. كل قطعة بتقول إن القصة مش مجرد غرق، القصة كانت محاولة حياة طالعة نازلة لحد ما الوقت خلص. نرجع للسؤال المهم: إيه اللي قتل باثة فرانكلين؟ الإجابة الأقرب للواقع واللي بتأكده الأدلة إنها ما كانتش ضربة واحدة. دي كانت سلسلة ضغط متراكم، بيئة قطبية ما بترحمش، وقت طويل بدون مرونة، صحة وغذاء سيء، قرارات غلط، والطبيعة بقت أقوى من الإنسان. والدرس إنك ممكن تبقى قوي، لكن لو دخلت بيئة مش فاهمها ومعاك غرور جامد ومعتمد على حلول على الورق، الطبيعة هتعمل لك اختبار بسيط جدا. هتعرف تتأقلم؟ والبعثة دي للأسف ملحقتش تتأقلم. اكتب لي في التعليقات لو كنت مكان قادة البعثة كنت هتغير ايه قرار واحد بس علشان تديهم فرصة نجاة. وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل الألغاز الجديدة.